جماعة دلوقتي هنفرجكم على الشجرة خلصت. جاهزين؟ المجهود اللي احنا أنا تعبت قوي والله في التصوير. الله، هو كل كريسماس. وهوريكم بقى ليني كمان عملت لنا إيه. يلا بينا. ادي الشجرة، استنينا الدنيا تضلم علشان ننورها. يلا تعالوا بقى بصوا بقى ليني يا جماعة عملت إيه. ده كالندر بتاع السنة الجديدة بتاع 2025. رحت حتى وعملته. ايوه تحفه. بصوا عملت ايه تاني، ممكن توري لهم تاني عملتي ايه. تحفه. ودي كانت كنت عاملاها امتى دي؟ انا جبته من المدرسه، خلي بالك عشان ده اتقطع. قديم. بصوا اللي في النادي انا حاطه هنا. بصوا استنوا اوريكم الحاجات اللي هي عاملاها. هي عامله حاجات هاند ميد. ده هاند ميد. باين ان هو هاند ميد عشان شغل متكلف عليه. ده رحت حتى وعملته. كده حته بروح بيانو واعمل كده. وده كمان في البيانو، وده هنا في البيت. تحفه تحفه تحفه. اقول لكم حاجه. تعالوا في ده اللي هو اهو ده انا بتعلق هنا، وانا قلت هيبقى احلى كده في الشجره. ماما ممكن بعد اذنك ثانيه واحده تروحي جنب الشجره عشان تحكي لنا قصه الشموع. يلا عشان انت قلت الناس عارفينها. معلش الناس الجديده اللي هيشوفوا الفيديو اول مره مش عارفينها. وانا لسه ما شفتش. طيب يلا اقعدي هناك بقى جنب الشجره. معلش يا جماعه في قصه لازم ماما تحكيها لنا كل كريسماس، عشان كل ما نيجي نعمل الشجره لازم تحكيها لنا والله العظيم. مش ذكريات. هي كانت مصيبه. ممكن تقعدي طب جنب الشجره ولا بعد اذنك؟ انا خايفه برضه بس في شموع النهارده برضه. ايه الحكايه بصراحه؟ كنا صغيرين في بيت بابا وزمان قوي في السبعينات. كملي. كنا في بيت بابا بنوضب بقى شجره الكريسماس. زمان كان الزينه جوه البيت، عارفين الورق اللي هو كنا نشتريه كده يجي يفتح يعمل درر، يرلاندا كان اسمها يرلاندا. حطينا بقى يرلاندس على شكل اكس من الحيطه للحيطه، وطلعنا الشجره من الصندوق وحطينا الكور والكلام ده. زمان يا جماعه ما كانش في بيبي لايت. دي حقيقه. انتوا فاهمين زمان ماشي. ما كانش في بيبي لايت. كنا بننور ازاي، وزوقنا الشجره وكنا بنحط يعني على الاخضر قطن كده، قطن ابيض كأنه تلج يعني. حلو. وعشان ما فيش بقى ده كان ايه، في كليبسات نحاس كده كان عندنا في بيت ابويا من ايام جدي، زي كليبس كده. بص كده كليبس هنا نحط كليبس والكليبس ده زي توكه، وفوقيه زي ما كان تحط الشمعه زي شمعدان يعني. خلاص حطينا. ماما حطت الشمع، بس طبعا مش هتولعه غير ايه واحنا قاعدين على السفره واحنا في ليله الكريسماس، يعتبر ده شمع يعني. خلاص انا ماما مش هنولع الشمع غبيه بقى. لا انت كنت زنانه شبه واحده صاحبتنا هنا. ماما يلا نعمل الشجره، يلا نولع الشجره. عايزين بقى تكمل. عارف عرفنا احنا دلوقتي دي جايبه الحاجات دي منين، عرفنا واخداها من مين المنظر. بس على فكره انا بقى في حياتي بلبس في الحيطه مره واحده. اخد الدرس من هنا افتكره لغايه وانا بص عندي كام سنه لسه فاكره. المهم ماما الشمع لا مش وقته كان انا فاكره الظهر قيلوله. كان ميعاد القيلوله. خلصنا اتغدينا، بابا وماما دخلوا في اوضتهم وانا واختي نيتسا ايه في اوضتنا مش فاكره. المهم احنا ما نمناش. عملت بقى عايزه اعمل خطه بقى ومفاجاه ان هيقوموا بعد الظهر اللي هو تي 5 o'clock يبقى الشجره ايه اولع انا الشموع. طبعا انا عمرنا ما دخلنا مسكنا كبريت، كنا صغيرين ما لناش في الحاجات دي. انا جبت الكبريت وكان الكبريت المشط. المهم انا فاكره ماما بتعمل كده عملت كده ولعت اول شمعه تاني شمعه. تعرفيش انا بين حاجه عملت في ايدي عملت كده، لا ما عملت كده تعالي الشمعه وقعت من مكانها اتعوجت. طبعا وقعت على الشجره. الشجره ولا القطن اللي على الشجره ولع. طبعا اصرخ ما ينفعش، دي مصيبه. احاول عارف فوجئت مش عارفه اعمل ايه. طبعا النار الشجره بلاستيك والخامات دي يلا ابتدت النار تطلع تمسك في الزينه دي الجيرلاندا.
لما لقيتها بقى مثلا رحت على ماما بابا جنبي، هما الحقوني ماما، وبقى الجيران جم في غمضة عيني يعني، كان طفوها وكده. كانت غلطة كبيرة. طبعا انا قعدت، انا فاكره قعدت مستنيه بقى الحساب، يوم الحساب بعد ما خلاص كله. طبعا مين عمل كده؟ انتي. انا كنت بحاول، طبعا ماما بتزعق وبابا طبعا الحاجه باظت. لما الحاجه باظت كان مفيش لازم غيرها. تدفعي الفلوس. لا مفيش غيرها. كانت المهم كان يعني موقف كل سنة يا ربي، يعني لو كان عندي 10 سنين بقالي فوق 50 سنة أنا فاكرة الموقف ده، وخلاص كده. بس كان درس ليا إن لازم كان درس، نستنى الحاجات. يعني كان درس ليا، ما سمعتش كلام بابا. يعني انت دلوقتي لما نقول لك اوعي تولعي حاجه هتعملي ايه؟ مش ولا حاجة. برافو. شفتي؟ أنا المرة اللي أنا ولعت حاجة في السوبر ماركت ايه؟ كان- ولعتي في السوبر ماركت؟ كان I think عشان الصورة كان بتقول هيطلع برش، بس أنا كنت بقول ده برش عشان نعمل paint، وكان نار. نهار اسود. بس مش عارفة أنا لو حكيت لكم القصة دي قبل كده. والله بصوا يا جماعه، هو كل كريسماس حكيته وحكيته في كل فيديو، لو رجعنا هحط لكم لينكات الفيديوهات طب بتاعتي. وريني بقى، أنا مش فاكرة أنا حكيت القصة دي، أنا حكيت القصة دي 100 مرة لعيالي، بس مش عارفة لو في وللفولورز، وحياة ربنا بجد. كل فيديو بننزله في الكريسماس ماما بتتعامل مع الفولورز اكنكم عيالها، فهي بتحكي لكم القصه أيوة. كل مره. بس عايز اقول لكم حاجه، هي كل سنه بتحكي لنا نفس القصه دي، وكل سنه بنصورها، وكل سنه واحنا بنبقى قاعدين كلنا بعمل لكم بنستمع درس. بنستمع للقصص بعمل دي. لكم درس. عايزه تقولي حاجه يا إليني؟ نقول لهم باي باي. باي. خرونيا بولا. هو هتطلبي ايه من بابا نويل السنه دي؟ اليوكليلي وجيتار. إيه؟ اليوكليلي وجيتار. إيه؟ هو مش عارف، بتقول كلام غريب، هو هو كده بتصعب عليه. هو كده جيتار صغنن، بس بصوت كده مختلف، وجيتار. ماشي، وجيتار كبير. ماشي. وايه تاني؟ انت لو كويسه هو هيجيب لك الهديه فعلا. انا كويسه this year صح؟ اكيد. والله العظيم. ماما خرونيا بولا. خرونيا بولا، ميري كريسماس. كل سنه وانت طيبه يا ماما. وسنة سعيدة علينا كلنا، وكل الناس تبقى مبسوطة بصحة جيدة وراحة بال. ممكن أقول حاجة كمان؟ ممكن أطفي الشموع على نمسا وننام بالشمع. عندك تروما بقى. عندي تروما، أيوه. ماشي، بصوا جميل قوي. تسلم ايدك يا ماما. انتوا كمان فرجونا على صور الشجر الكريسماس السنه دي اللي انتوا عملتوها في البيت وزينتوها، ورونا الديكورات اللي انتوا عاملينها للكريسماس. احنا بدانا دلوقتي بالشجره، لسه كل شويه ماما هتنضف مكان ونعمل حاجه نزود في الديكور، صح كده؟ كل سنه وانتم طيبين، ميري كريسماس، وان شاء الله يبقى حياتنا تبقى حياتنا كلها اعياد وفرحه وسعاده. باي باي. باي باي. باي. نقول شكرا لإليني على الشجرة الجميلة، هي وبوبي الجدة والحفيدة هم اللي عملوها. وبلبل عمل all the hard work، يقعد ويشوف في التليفون. ده انت تصدقي قلة الأدب بقى. يلا باي باي. باي.